النهار يمتد إلى ما لا نهاية. نعم. هكذا يظن يعني عندما تقف في النهار وتنظر إلى الأعلى إلى السماء. نعم. تشعر كأن هذا الضوء يمتد من الأرض إلى الشمس. نعم. إلى القمر إلى النجوم الكواكب ويختفي في الليل. نعم. ولكن القرآن وصف لنا هذا الأمر بطريقة مختلفة. الله تبارك وتعالى أكد في القرآن أن طبقة النهار هي طبقة رقيقة جدا جدا جدا. يعني في سورة ياسين يقول تبارك وتعالى وآية لهم الليل. الليل أيوة نعم. الليل هو المظلم. نعم. الكبير. نسلخ منه النهار. يعني نسلخ. فالنهار إذن هو مثل قشرة. نعم. الفاكهة مثلا قشرة رقيقة تنسلخ تباعا. عن النهار ينسلخ عن الليل. نعم. فإذا هم مظلمون. هنا الحقيقة كثير من المفسرين لم يدركوا يعني الأبعاد الحقيقية لهذه الآية، ولكن عندما قام العلماء بتصوير هذه الطبقة الرقيقة وصوروا أيضا انسلاخ الليل عن النهار اتضحت الفكرة أكثر. لذلك دعنا نذهب إلى الفيديو رقم 3 لنشاهد هذه. يعني هنا هذه الصورة من مركبة فضائية. نعم. الأرض. طبعا نرى هنا طبقة النهار هي سمكها يعني لا يتجاوز 1/100 من قطر الأرض. هذه هي الطبقة الرقيقة جدا التي تظهر بلون أزرق باهت على حافة الأرض كما نرى. هذه الكرة الأرضية وهذا المنظر من أعلى. ونرى هنا انظر يعني طبقة النهار رقيقة جدا يعني لا تمتد إلى مثلا ملايين الكيلومترات. لا هي لا تتجاوز تقريبا 100 كيلومتر تقريبا يعني. انظر هنا الظلام يحيط بالأرض من كل جانب. يحيط إحاطة تامة. وتظهر هذه الطبقة رقيقة جدا ولكن بالنسبة لمن يقف على الأرض يظن أنها تمتد باتجاه السماء إلى ما لا نهاية. ودي حقيقة احنا بنشوفها نراها يعني. نعم. فهذا المشهد لا يمكن لأحد أن يصوره لنا إلا إذا خارج الأرض خارج الغلاف الجوي. لا يمكن رؤية ذلك ولا يمكن التنبؤ به. لذلك عندما قال الله تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نعم. يعني أعطانا إشارة علمية. المسلوخ هو شريحة بسيطة وليست بالحجم الكبير. نعم. من المنسلخ منه يعني. بالضبط. هي شريحة ضيقة جدا كما نرى أمامنا يعني هذه صور حقيقية. نعم. الأقمار الاصطناعية.